كشف مكتب الصرف أن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8.24 مليار درهم عندما تم يناير 2023 مقابل 1.13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022. وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلة الخارجية أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عندما تم يناير 2020 6.74 مليار درهم، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كورونا. وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت من جهتها 1.55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عندما تم يناير 2019.